بعد ما عملنا واحد برميل بريل مواعين، دلوقتي هنجيب 20 لتر بريل ونعبيهم في الاكياس، وال20 لتر بريل دول هوديهم لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد ما رجعوا لبعض للمرة الثالثة. يا بوي، واحدة ما عندهاش دم، واحد مش راجل، واتلموا على بعض 3 مرات ينفصلوا. حسام عايز يسرق فلوس شيرين، وشيرين هتموت عليه وملزقة فيه ومقهرنة. يعني انت امتى تخلي عندك دم وتربي عيالك؟ كل ما يطلقك ترجعي له تاني، وعارفه ان هو عايز يسرق فلوسك وعايز يستغلك، وبرضه مفيش دم، وان شاء الله المره دي هيعطر في فلوسك وهياخدها. يعني انتوا 3 مرات ترجعوا لبعض والناس مش لاقيه تتجوز. ده انا ليا سنتين ببيع برل، مش لاقي شويه اسمنت امحر بهم الشقه دي بس. يلا بينا كده نعبي البرل. عارفين انا ليه مش راضي اتجوز؟ خايف لحسن في يوم زي كده وتروح تاجي تقصر معايا العملية، معرفش اعشي المرة، ملاقيش عشا اعشيها، نقعد بالجوع. وحنين حسام وشيرين عبد الوهاب بيتعشوا احسن عشا. ده تلاقي عندهم خدامة دي في البيت وبتكلمهم انجليزي، واحدة فلبينية واحدة من افريقيا، بتأكلهم وتشربهم وتحط لهم الاكل في بقهم كمان. وكل يوم والتاني مشاكل. طب يا ابوي، الناس مشاكل ليل ونهار بسبب الفقر. جوزي ما يجيبليش، جوزي ما يعمليش، مفيش فلوس، ما لاقيش يوكلنا. والناس الغنية برضو عمالة بتطلق. 3 مرات شيرين تتطلق ويرجع لها تاني وترجع له تاني. طب امال مين يا ابوي اللي عايش مرتاح لما يكون الغني بيشتكي والفقير بيشتكي؟ امال عرفتوا ليه انا ما رضيش اتجوز؟ خايف اخش في دوامه، ولا تلاقوني في برل ولا تلاقوني في اي شغلانه، هتلاقوني في السجن. عارفين محاكم الاسره زحمه على محاكم الاسره. قبل ما تتجوز تروح تحجز لك مكان في محكمه الاسره وفي الطابور، عشان ايه؟ على ما تخش في مشاكل زي كده مع مرتك يكون دورك في محكمة الأسرة جه تخش على طول، بدل ما توقف في الطابور زي كده في الصف الطويل. فاحجز لك دور في الطابور من دلوقتي، من قبل ما تتجوز، عشان بعد ما تتجوز تلحق دورك تخش على طول. يا بوي، ده يا جدعان آخر كيس هنعبيه، ما فاضلش إلا شوية قد كده بس في البرميل. ده مش هيكفي كيس، فده هنسيبه للمرة الجاية إن شاء الله. فده هنخلطه مع البريل اللي جاي جديد عشان ما نظلمش اللي هيشتريه، فنروح نحطه في البرميل، مش نجيب من البرميل اللي نحط فيه هو الكيس ده، لا هنحطه في البرميل ونخلطه ونخليه مع الجديد. ودلوقتي هنعدي